انا دلوقتي راجل قررت ان انا عايز اصور، او ان انا حتى حابب ادوكيومنت اغلب الحاجات اللي في حياتي. في كتير قوي اصدقائي بيسالوني انا عايز اجيب كاميرا حلوه وخفيفه وتبقى معايا ان انا اصور بيها عيلتي بقى، انا فسحي سفري الكلام ده كله. وقتها وبقول له بكل ثقه جيب موبايل، انفست في موبايل. طب هو ده عشان الكاميرا وحشه؟ اكيد لا. طب هو الموبايل احسن من الكاميرا؟ اكيد برضو لا. بكل بساطه ان دي متوجهه لحاجه غير دي. الكاميرا متوجهه لحاجه ان انا راجل هشتغل وهجيب فلوس من التول ديت. انا الموبايل احسن من الكاميرا في ايه؟ اول حاجه حجمه، تاني حاجه البروسيسور بتاع الموبايل. البروسيسور يعني انا لما اجيب موبايل فلنفترض الايفون ال A15 بايونيك، ايه تفرق عن مثلا في ال 13 برو ماكس يفرق عن ال 11 مثلا؟ إيه؟ كل ده يفرق في البروسيسنج. كل ده بيبقى معتمد ان انا الموبايل انا اللي بدوس على الزرار، هو يصور ويedit الصوره ويعمل لها بروسيسنج ويديني فاينل بريفيو. عكس الكاميرا، هصور هنقل الفوتج لسه على الكمبيوتر، هحتاج استور الكلام ده، وغير ان انا محتاج لسه هإديت. وحاجه كمان البطاريه. انا هنا الكاميرا عندي اكسترنال باتري، يعني انا ممكن اشيل من دول 5-10، مش زي الموبايل محتاج لسه لو فصل مني بقى احط باور بانك. عندي ميموري كاردز، انا بالميموري كارد اقدر عندي 64 جيجا احط 128 256. مش محكوم بان انا عندي ستورج على الموبايل خلصت كده انا خلاص مش هعرف اصور، لا انا هنا سهل هفضي وارجع تاني بكل سهوله. ده غير بقى ان الكاميرا ذات نفسها مسكتها مريحه، عندي فيو فايندر، عندي سيستم كامل اقدر انفست فيه لقدام ان هو يديني ادفانس فيتشرز بكتير قوي عن الموبايل. لكن زي ما قلنا ان كل حاجه ليها حاجه.